السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. كنرحب بالمتتبعين الاوفياء لقناه وصفات مجربه وفعاله. كنشكركم على الدعم ديالكم الدائم. كنشكر جميع المتتبعين للقناه ديالي. بالنسبه للفيديو ديال اليوم كما شفتوا في العنوان هي وصفه ديال التبريمه ديال العروس المغربيه، يعني التبريمه اللي غادي تحيد لك جميع الخلايا الميته بالجسم ديالك وبصفه نهائيه وبالمداومه. طبعا هذه الوصفه غادي تهنيك من اللوسخ اللي كاين في الجسم ديالك، وغادي توحد لك اللون ديال البشره، وغادي تبيض لك وتفتح لك الجسم ديالك 5 درجات. ومن الاستعمال الاول للبنات غادي يبان لكم الفرق. هذه الوصفه راه نافعه للذكور والاناث، ما فيهاش اي اشكال، يمكن يخدموها سواء الرجال او النساء. فهي وصفه فعاله جدا بدون اي اضرار. غادي ننطلقوا لطريقه التحضير ديال الوصفه. غادي نحتاجوا في الوصفه ديالنا الحناء. فالحناء معروف عليه مكون طبيعي 100%، وكينقي البشره وكيفتحها 5 درجات، يعني غادي يحيد لك جميع الخلايا الميته بالجسم ديالك، وكيوحد اللون وكيبيض الجسم. فهو مكون معروف منذ القدم، ما عندوش اي اضرار على الجسم ديالكم. يمكن لكم تخدموه لاي منطقه في الجسم ديالكم بدون اي اضرار على البشره ديالكم. هاد الوصفه راه صالحه لجميع الانواع ديال البشرات. وكنضيفوا ايضا الوصفه ديالنا القهوه المطحونه، القهوه الطبيعيه ماشي القهوه المذابه. غادي نضيفوا حوالي ملعقه ونصف من القهوه. اما الحناء غادي نضيفوا 4 ملاعق صغيره من الحناء. من بعد البنات غادي نضيفوا للوصفه ديالنا العرعار. فالعرعار مكون طبيعي كيرطب البشره وكيوحد اللون ديال البشره. غادي نضيفوا ايضا للوصفه ديالنا. وكناخذوا ايضا خميره الحلويات، فهي معروف عليها مكون طبيعي كيوحد اللون ديال البشره وكيزيل جميع الخلايا وجميع الاوساخ المتراكمه في الجسم ديال الانسان. يعني الا فيك لوسخ ديال سنوات غادي تحيدوا لك هذه الوصفه. من الاستعمال الاول البنات غادي يبان لكم الفرق ديال هذه الوصفه والنجاعه ديالها. كنصحكم تخدموها، راها فعاله جدا بدون اي اضرار على الجسم ديالكم. غادي نحتاجوا ايضا خميره الخبز، يعني الخميره اللي كنخدموا في الخبز. غادي نحتاجوا ملعقه واحده، سواء كانت الخميره العجينه ولا الخميره ديال الحبوب. وغادي نضيفوا ايضا الوصفه ديالنا الحامض او الليمون كما يطلق عليه في بعض الدول العربيه. فهاد المكونات طبيعيه موجودين في اي دار مغربيه، ما عندهمش اي اضرار. فالحامض كيفتح الجسم ديالنا وكيزيد جميع الخلايا الميته المتراكمه في الجسم ديالكم. من الاستعمال الاول غادي يبان لكم الفرق. غادي نعصروا الحامضه ديالنا مزيان على الخليط ديالنا. يمكن لكم ما تستغنيوش حتى على القشور ديال الحامض، غادي ديروهم في التبريمه ديالكم، ما تخليوهم. الا بغيتو تدوشوا غادي ديروا بهم حتى هما كوماج للجسم ديالكم. فهاد الوصفه فعاله جدا ومضمونه بدون اي اضرار. خاصكم تجربوها، راها فعاله جدا. من بعد البنات غادي نخلطوا المكونات ديالنا جيدا باش يتجانسوا لينا المكونات. انا غلطت ضفت الحامض قبل ما نخلط المكونات كاملين، ولكن ما كاين مشكل. غادي تخلطوا المكونات ديالكم وغادي تضيفوا عليهم الماء، يعني على حساب القياس ديالك انت وعلى حساب المكونات ديالك انت. غادي تضيفيه بالتدريج حتى تحصلي على القوام اللي بغيتي. غادي تخلطوا الوصفه ديالكم بشويه عليكم حتى يتجانسوا لكم المكونات وتحصلوا على القوام المطلوب. انا كنضيف الماء بالتدريج باش ما تكونش حاقده وما تكونش جاريه. غادي تضيفوها البنات بالتدريج وبشويه عليكم وتخلطوا باش تحصلوا على القوام اللي بغيتو، باش المكونات اللي كاينين في هذه الوصفه يتجانسوا. من بعد البنات غادي تضيفوا الوصفه ديالكم الصابون البلدي اي نوع عندكم. يمكن لكم تضيفوا اي نوع. انا خدمت هذا ديال البواطاط، هذا ديال الخزامه واللي مخدمه في الوصفه ديالي، ولكن على حساب الراي ديالكم نتوما اللي عجبكم يمكن لكم تخدموه، سواء ديال العبار سواء ديال الساشيات ديال القراعي اللي عجبكم خدموها البنات. راه نفس الفعاليه
نفس ما عندوش اي اضرار، المهم عنده نفس الفعاليه ونفس النتائج اللي كيعطي. غادي تخلطوا الوصفه ديالكم مزيان. انا بالنسبه ليا هذه اللي مخدمه في هذه الوصفه قصيره شويه، ولكن غنبدلها حيت كتبان ليا ما كافياش ليا نخلط الوصفه، حيت مازال ما خلطتهاش. يلا باديه نخلط فيها. غادي تحركوا الوصفه ديالكم البنات مزيان باش تحصلوا على القوام المطلوب. انا البنات بدلت الاناء اللي كنت واضعه فيه الوصفه ديالي اولا الطبريمه، حيت كان قصير بدلته بهذا الجره. غادي نخلط فيه الوصفه ديالي باش يتجانسوا ليا جميع المكونات ونحصل على النتائج المرغوبه. راه هذه الوصفه فعاله جدا، كتفتح الجسم، كتبيضو، كتحيد جميع الخلايا الميته، كتوحد اللون، كترطب الجسم لواحد الدرجه ما غاديش تصوروها. ومن الاستعمال الاول البنات غادي تشوفوا نتائج فعاله ومجربه، ما عندوش اي اضرار على الجسم ديالكم، وراه النتائج ديالو غادي يبانوا لكم من الاستعمال الاول.